شافع جيران قاعد يبكي، انا ما عارف انتوا سامعينه ولا لا. يوم الجمعة ده الليلة جاي شديد. اخوانا مشتاقين والله العظيم مشتاقين. انا بقيت بنتظر بيتين اليوم الجمعة دي عشان اقدر انزل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوانا، ان شاء الله تكونوا كويسين. انا عبد العزيز اسامة، بقدم حاجة اسمها كوتس اوف ذا ويك، واللي هي عبارة عن سلسلة من الفيديوهات اللي بقول فيها اقتباسات بتلاقيني من كتب، مسلسلات، افلام وهكذا، بيقول عليكم بحيث اننا نقعد نتناقش فيها ونتفاهم، عشان نشوف الحياة دي صح غلط، نظرتكم لها شنو، افادتكم ما افادتكم، وممكن نتونس تحت في الكومنتس. كوتس اوف ذا ويك يعني حتى الاسبوع اللي فات بتذكر انه الفيديو اللي كان عملته ما كان عاجبني شديد. وفي كوت هنا ريليتد للحياة دي. فالكوت الاولى بتقول لك انه done is better than perfect. اخي الحاجة اللي انا مثلا داير اقدمها او الحاجة اللي داير اعملها ما شرط انه يكون perfect. يعني الحاجة لازم على الأقل أقل حاجة إنه يكون في consistency. وأنا واحد من الناس يعني بحب الحياة لازم تكون إنه كده يعني مظبوطة بأقل التفاصيل، خصوصا في الفيديوهات اللي بقوم بسويها دي وما بتطلع لي بيرفكت. بلقى روحي إنه أنا كسرت الحنك. الموتيفيشن هو الحاجة اللي بتخليك تبدأ الحاجة، لكن الكونسيستنسي دي الحاجة اللي بتخلي أي حاجة أو أي هدف أنت خدته في بالك يكبر ويوصل لمرحلة معينة. الكوت الثانية دي حاجة I can relate to personally. بيقول لك if you don't ask the answer is always no. انت لو ما سألت طوال حيكون عندك إجابة بالرفض. الناس مثلا بتخاف انه مثلا تسأل او بتتردد في انها تسأل خوفا من إجابة بالرفض. الحاجة انا عانيت منها ممكن اقول لكم شخصيا، من ناحية لانه انا كنت مع ابوي وانا صغير بقوم بيجي بكون داير اسأله من حاجة، فبقوم بيقول لي لا. يعني في درس، في حكمة يعلمها هو انه داير يعلمني درس معين بخصوص الحاجة دي، انه انا ما اي حاجة انا دايرها في الدنيا مثلا لازم تكون في يدي. في حياة تانية بكون داير اسأله فيها او كده بيفاجئني بانه بيقوم بيقول لي ما مشكله خلاص تمام سوي الحاجه. بقوم بستغرب، بقوم بقول طيب انا ليه كنت بتردد؟ ليه انا كنت مثلا بفكر في الحياه دي مليون مره قبل ما اساله؟ بديت اراجع نفسي في كم موقف يمكن يكون مشابه للحياه اللي قال لي فيها هاي، انه انا كسرت حنك كانه انا اساله اصلا خوفا او ترددا من انه يقوم يقول لي لا. انت لو ما سالت الإجابة حتكون لا. فالخوف يعني ممكن يكون العدو الأكبر للإنسان من ناحية أنه بيخليك تتردد وبيخليك ما تصنع الفرص يعني لروحك انت، بس بسبب ترددك او خوفك انت قمت كسرت عنك الحياة دي. ده بقودنا للكوت الثالثة اللي هي opportunities don't happen, you create them. الفرص ما بتحصل، انت بتصنعها بتجهيزاتك وبترتيباتك وبالحياة اللي انت قاعد تسوي فيها. حاجة قريبة للحظ، فهمي للحظ حاجة مختلفة شوية. الحظ هو بالنسبة لي الإمكانيات لما تلاقي الفرص. يعني أنا مثلا نفرض أنا شغال على حاجة لي فترة طويلة أو مهارة بطور فيها لي فترة طويلة أو كده، بعد ذاك فجأة جاتني فرصة، تمام. أنا لو ما طورت مهاراتي دي بسبب الحاجة دي ما كان لاقت الفرصة إنه أنا أقدر أقوم أسوي الحاجة دي. الفرصة تجيك لحد عندك لكن أنت ما يكون عندك القدرات، فأنت اللي بتصنع بترتيباتك وتجهيزاتك وتعبك وتطويرك لنفسك. لو حابين نتكلم في اي كود من الكودز اللي سمعتوها هسه هنا، ده ممكن تكون الناس تحت في الكومنتس. لو انت زول جديد مرحب بك، لو انت من الناس المتابعين شكرا لكم برضو، شكرا لحسن استماعكم. يوم مبارك.